هاد اليهودي كان مغربي وكان رهيب، لا بغينا نقولوا ولا نقولوا حزان كما تيقولوا. كان فقيه، كان راجل متعبد، ساكن في ديك الخلوه ديال ديك المغاره كخلوه. تعرفوا الناس اللي كانوا تيديروا بكري الخلوه اي تطلعوا للجبل بحال اللي رميت دابا اللي كاين في المسيحيين، تيطلعوا شي وحدين للجبل تيسكنوا في شي جبل، وكاين حتى في البوذيه تيطلعوا لشي جبل تيبقاو يتعبدوا ما تيهبطوش، عايشين في ذاك الجبل تياكلوا هذاك الشيء تيزرعوه على ذاك الجبل اللي تيزرعوه منيت وتيسقيوها وتاكلوا منها كما كان غاندي. اما غاندي كان رجل دوله ورجل سياسه، ولكن كان هو من هذا النوع ديال المتعبدين. هذا السيد كان هو متعبد، ولكن متعبد في الجبل. هذاك الجبل حافر واحد المغاره، او لقى ديك المغاره محفوره، ولكن صوب فيها فراش وصوب فيها فين ياكل فين يشرب. فراش صوبو، انا دخلت تما شفت ديك المغاره فراش بحال ديال الحجر، نحط الحجر باش صوب هنا فراش، نحط داك الحجر صوب فراش، صوب فين يجلس، وصوب الطابله بالحجر، داك الحجر هو نيت حفرو صوب فين يجلس فين ياكل، بقى تما تيتعبد. وسموه عليه كاف المؤمن، كان تيقول له المؤمن، سميتو المؤمن، ماشي سميتو المؤمن، عنده اسميه اسرائيليه خاصه، ولكن الراجل كان تيتعبد، كان مخليه المؤمن، وكان احترام كبير ووقار كبير ديك الساعه بكري ما بين الناس الصفرو واليهود اللي كانوا عايشين الصفرو. كان واحد التالف، كان واحد التعايش كبير، تعايش شاد عليه التاريخ المغربي، تعايش تشد عليه المقبره ديال اليهود اللي كاين الان باقي مصفرو، اللي باقيين تيزوروها من جميع اقطاب العالم، من جميع دول العالم تيجيو يزوروها تيجيو المآثر ديال الطائفه اليهوديه اللي كانت عايشه في صفرو، الملاح وكذا وكذا، اللي حصل اللي سوء الحظ المجالس نهضر عليهم ما عطاوش اهتمام السياحه الثقافيه، ما عطاوش اهتمام ذاك التراث اللي بقى باش يجيو يشوفوه ناس اخرين سواء يهود ولا غير يهود، يجيو يشوفوا تما السياح يجيو عندنا. هاد السيد كان تما تيتعبد، هاد يهودي كان تيتعبد تما، كان تيصلي تما، وكان عنده واحد البركه حسب ما تيعاودوا الناس القدام ديال صفرو. عنده واحد البركه انه كان تيجوز العزبات، كان تيجوز المراه اللي ما تزوجاتش، كان تيألف ما بين قلوب المتزوجين اللي تيتخاصموا او تيتغيضوا تيمشيو عنده. مات السيد وبقات واحد العلاقه تما مع داك الضريح ديالو او مع داك المغاره ديالو. بقاو كانوا اليهوديين واخا هو مات، بقاو اليهوديات ما تيبغيو يتزوجوا تيمشيو عنده، والعرسان تيمشيو عنده، العروس والعروس تيمشيو عنده، تيديو واحد السطوله ديال الماء وفيهم الورد وفيهم الزهر مفتينو لداخل وسط السطل ديال الماء، وتيمشيو تيرشوه تما. وكانوا تيطلعوا العروسه اليهوديه تيطلعوها حسب التاريخ ديال صفرو، كانت تيطلعوا العروسه يهوديه تطلع مع العريس تما، وتيزغرتوا عليهم وداك الشيء، وتيرشوا عليهم داك الماء، وتيهبطوهم من كاف المؤمن، وما تيرشوا عليهم الزهر والماء، تيهبطوهم حتى لتحت، لان صفرو مدينه الزهور ومدينه الورود. وانا لما خدمت فيها واحد الوقت كنت نتعجب واحد القضيه، تيجنيو الزهر. انا عمري ما شفتهم تيجنيو الزهر بحال دوك الناس اللي في الجنوب ديال المغرب تيجنيو الورد. ما عقلتش هذيك المدينه تيجنيو فيها الورد، دابا نتفكرها. على ايين شفت انا ناس واحد الوقت تيفرشوا تحت الشجره ديال الزهر، كان الشجر ديال الليمون بزاف صفرو، ديال الطرونج، داك الطرونج بزاف ديال الشجر ديال الطرونج هذا، وتينوض داك الزهر، ديك الريحه تتولي في صفرو في الليل زوينه وفي النهار زوينه ديال الزهر. وكانوا وحدين تيجيو يجنيوه اتفاق مع البلديه، كانوا تيخلصوا البلديه وتيجيو يجنيوه، تيمشيو يقطروه، الماء الزهر تيتقطر تما فين شفت انا القطاره كيفاش تيتقطر الزهر تما، فين واحد كان اساس في هو اللي مكلف بالمقبره ديال اليهود، عطاني عصاره من النحاس، عصاره تتقطر الورد، تتقطر الزهر والورد وكل شيء باقي عندي في الدار. هاد تما واحد النهار جا واحد الفقيه مشعوذ، ماشي فقيه مشعوذ، جا تما وسكن الفوق قريب واحد المكان تما كاين شي دور تما حدا داك الكاف من التحت، مشى تما وتيقول الناس بانه عنده البركه ديال كاف سيدي مؤمن، وبان هذا الفقيه هذا تعطيه البركه، كان تيمشي حتى هو تما وكان تيعبد الله تما وكذا، وتعطيه البركه بانه تيلاقي البنت اللي ما تزوجاتش، تيلاقيها ما تيجيب لها الله، تيجيب لها على يدو، تيجيب لها الله الراجل غيتزوج بها، والراجل ما مزوج تيجيب ليه الله البركه الشريف، تيجيب ليه الله باش يتزوج حتى هو شي مراه تجيبها ليه الله. هنا هذاك المشعوذ ما جا ديك واحد القنت تما وسكن، وبقى تيدير اللعبه بانه تيعاون بناته، تيعاون كذا وتيكون كذا باش يتزوجوا الرجال باش يتزوجوا.
واحد المراه كانت تصفر مزوجه واحد الراجل، مزوجه راجل بخير عليه، ولكن ما تتولدش هي، ما كانش تتولد، ما كانش تتولد. هنا راه راجل بغى الولاد وعاش معها بزاف، ولكن كان تيرمي لها الهضره مره مره. وشنو كنصبروا على الاولاد؟ هو كان شويه مبلي، كان راجل مبلي صريبه، مبلي كارون، مبلي كذا، عنده صحابو تيتلاها معاهم، معهم تيدوز وقته، معهم تيقصر، ما عطيش الاهميه للولاد. ولكن مره كان ينغز المراه، وخصنا شي وليد حتى حنا، خصنا شي وليد، واش نبقاو بلا دراري؟ وخصك تشوفي الطبيب اش قال لك؟ الطبيب مشيت عنده ديك المره، اش قال لك؟ عطاك الكينه ولا؟ ايوا نبقاو حنا بلا ولاد، وخصنا نبداو نشوفوا نربيو شي دري ولا كذا ولا كذا. كانت ترمي لها الهضره القاصحه بحجه بانها امراه عاقله. بكري كان المراه هي اللي تحسب ليها العقر، امراه بوحدها، امراه عاقله، خرجت ليه عاقله. اليوم لا، العلم عطى بانه المراه تكون عاقله والراجل تولد، والمراه قد تكون تتولد والراجل عاقل. اليوم ما بقاش عندنا حق نقولوا راه ما ولدوش الاولاد مشى يدوز على المراه نشوفوا واش غتولد ولا لا. خصهم يمشيو يدوزوا بجوج، التحاليل يديرهم بجوج. شحال من مره مشى الضحيه طلقها الراجل على الاولاد، تمشي عند الراجل خويا تولد معاه. شكون اللي ما تولدش؟ هذاك هو اللي ما تولدش، الراجل ما تولدش. هاد السيد كان تيتهم مرات تيقول لها سيري شوف في الدواء، شوف في انا خصني ولد، خصني هذا، خصني كذا. المراه مسكينه دارت لهاد الجي ولهاد الجي، وبقات تشكي مع العيالات، من عائلتها ومن عائلتها ومن صحاباتها، تشكي من افعال ديال الراجل ومابقاش تدير فيها، ولا تيهضر ليها على الاولاد من الاولاد وبغى يطلقني وبغى كذا. هنا راكم عارفين بعض المرات شي عيالات تيدخلوا في السبوق بحال هكا، تتجي مرا تعاود ليها تقول لها راجل راه وليت شاكه فيه، راجلي وليت شاكه فيه ويمكن ندور شي وحده ولا شي حاجه. كاين اما تبقى تكذب عليها توريها شي كذوب تزيد مسكينه تخلعها، واما تدوزها الحرف، تدوزها للشعوذه تقول لها نوضي ضربي على راسك. امرين، اما تبقى تقول لها اختي اش غنقول لك، انا نقول لك الصراحه، ولكن عافاك هادشي يبقى بيناتنا. راجلك شفتو مع وحده، المهم ولكن شوفي انا راه ما بغيتش نقولها لك، ولكن غنقولها لك، شفتو مع وحده، والله اختي حتى شفتو. انا كنت دايزه نقول لك اختي 2 ولا 3، والله اختي ما عقد دايزه تيبان ليا. انا خرجت من القدس، شتي دار الحاجه، شتي فين تيوقفوا الكاميون، داك الكاميون الخاسر، شتي الدوره تما، شتو تيهضر معاها داك الشيء. ما شنو اللي جبت له هكا، ما شنو مد ليها، الله اعلم. نقول لك فلوس، نقول لك تيمد ليها. وبقاو يا اختي غاديين بجوج وقفوا عند الجزار داك الطويل اللي تيكون في هذا، وقفوا هي وياه ونبعد منها. تيبان ليه هكا هضر بعينو مع الجزار قطع، نقول 3 كيلو، نقول لك 4 كيلو، ولكن ما عرفتي واش غنمي ولا بكري، العلم لله. واش راه على اللحم وداز بقى تابعه، وسبق عنده التفاح حتى شتو هضر معاه التفاح تيهضروها بالعين، هو يعمر هذيك الميكا. نقول لك 2 كيلو 3 كيلو ما بين التفاح والبنان والبوعويد. تتغرق تقول الاخرى وكاين في وجهها، واختي المراه بيضاء ما نعرفش شكون، ولكن صداع بزينه، وكي عارف هذوك السلقوطات تيكونوا زينات باش تضربها وتقول الاخرى وصغيره ولا كبيره. واختي اش غنقول لك 24 25 دايره شي كارميطه ديال الطب في يديها، شي كارميطه ودار كارميطه في عنقها. تقول لها المراه شريها لها غا هو، اختي الله اعلم الا شراها لها، الله اعلم. انا شفتو واحد النهار ولكن ما شرا، شفتو واقفين عند الدهيبي ولكن ما شراوش، شفت بغات تشوف الفيترينا وما شراوش. تبقى تذبح فيها، او تجي وحده اخرى تعاود لها ردي جي على راسك، تيحل فمك، ردي على راسك. الشوافه ها هي هذا الشوافه اللي من ولاد خليفه العيشوريه. مشيتي عندها؟ انا مشيت عندها على اختي، كنمشي عليها الراجل، مشى على اختي، شتي اختي كنمشي عليها الراجل، مشيت عندها مسكينه، جلسنا ودخلتنا. يا اختي غير دخلتنا دات البخور، بقات تشوف اختي واحد الشوفه، قالت ليها عطيتي رزقك وضحكتي وطيبتي ووكلتي ولاو يضحكوا عليك. هاكا قالت لها ودك سايبه ودك مطلوقه وتعطي فلوسك وحاله بابك تما فين كليتيها. واللي دار لك في الحوايج ديال النشير،
اللي تنشري ما تديش بالك. انا متى طلبت الحوايج من السطح قالت لها هي، قالت لها تتعاودي تشوفي شنو نشرتي وشنو خليتي. ها انت دابا نشرتي الحوايج تعرفي شنو الدوله كنصور ما تسقي اخبار يديروك 3 ايامات وما تسقي اخبار ويديروك كذا ما تسقي اخبار من السطح يديهم لك تما فين خدموها. ومشينا عندها مسكينه ضربه ببطه والراجل يدخل كان غير منفخ عليها ويدخل دابا يسلم عليها وسام شنو بغيتي ديما هز في يدو الزريعه ديما هز في يدو الكركاع ديما هز في يدو. هو قلت لك تبقى تقول لك بحال الهضره المراه مسكينه تبقى تشوف تبقى تسمع هذيك الشوافه وهذاك كذا. عرفتي العيالات دابا العيالات بالك عارفينه دابا اي مراه هضرتي عليها على السحور مسحور والله يجينا خويا داكشي الشعوذه وداكشي الشيطان. الحمد لله ما عندنا مع انا عمرني ما دخلت لشي شوافه ولا دخلت عند هذا داكشي ديال السحور الشيطان داكشي الشعوذه. الشعوذه غير الكذوب مجربه هي. الشعوذه غير الكذوب. اجي ياك حدانا داك الفقيه السي بن ماحد ياك حدانا ياك فقيه ديال المعقول هذاك راه فقيه واعر زعما يحط يدو على القلم مشى بنادم ما تمشيش عنده وقال لي مشكل مع راجل ما يمشيش عنده. شتي الشوافه شتي بنت حريشي هذيك الشوافه ياك واعره تيقول واعره وتعطيك الاسماء وتجيب لك الحاجه ومراه قاعد تسرق ولا الداب ديالها مشيت معاها الداب ديالها وجدت قالت لها فلانه هي داتك الداب ديالك وما مشيش عندها انا ما عنديش معاهم. الشوافه تاخذ داكشي غير كذوب بحال دير شويه فوسيخه نديرها زعما بعض المرات اختي راسي تبغي تفرق عليا بنادم واعر ندير شويه تفوسيخه ولا بحال هكا ما داكشي ديال السحور هذا الله ينجيني. انا الفقهاء باش عايشين وهاد الشوافات الفقهاء ولا عندهم كاتكاتات والله العظيم تعرف شي فقهاء ولا عندهم كاتكات كاين شي شوافه ولات بالرانديفو ولكن كلشي تيتهرب. هذيك السيده مسكينه بقاو عليها بحال هاد الهضره هادي او حتى تسول حتى هي واش كاين شي حل. عندنا وحده قالت له طلع عند الفقيه اللي في الكاف ديال سيدي مؤمن مشيتش عنده قالت لها لا ويلك مشيتي عنده والله يا ماما تيصرعوا راسك مسحور ولات هي تعاود قصتها للعيالات. دابا لان القصه خديتها من واحد صاحبي كبير السي عبد النبي خديت من عنده القصه ولكن في الانتقال ما بعد الاخوان تما اللي كان ساكن هذوك الناس زادوا لي بعض الناس بعد الحوايج. السيده مشات عنده تما دخلت عنده وراك عارف الفقيه كيفاش تيدخلوا عنده العيالات ودار داك المجمر ولا بديك الجلابه لاباس بخير الحمد لله. لا الله يطول عنك بسم الله يا بركة الله سبحانه وتعالى والدين يجمع بيننا امين. الدين امور تشوف فيها بعينه عرفتو حلال بسم الله هذا لا غير ديال البخور والمفتوح ماشي فتوح هذا البخور ديال الكتاب لاله قال لا نكتب به لان مولين المكان راه عندهم حقهم مولين المكان. وقول لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علاش جيتيني لا هاد الجوج ديالي سيدي الجوج ديالك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايوا لاله تعطلتي يا شريفه تعطلتي. هذا المشكل عندك ما بينكم الراجل قديم الشريفه ماشي عاد دابا يا سيدي ماشي عاد دابا لاله ولا تيدخل غضبان عليك لاله يا سيدي ما كانش هكا كان تيدخل انا قدامي دابا هو الجدول قدامي هادشي اللي خرج لك كان تيضحك معاك كان تيهضر معاك ما خصك حتى حاجه ولكن ولا تيدخل غضبان ويدخل يا سيدي وتقول ما بقاش تاكل بزاف تيقول لك انا ما خصنيش الماكله كاينه ولا لا ايوا انا خصك تعرفي فين تاكل وهجرك الايام الاخيره هجرك لا قدامي الهجر هو هجرك وهجرها لانه السحري والحوايج ما بقاش يشريك الحوايج اللباس لا سيدي ما بقاش يشري اللباس ما بقاش هي كاينه قدامي الله الراجل تيتخاصم مع مرته تيقول له ما تيبقى يدخل مخنزر تيقول له ما خصني ماكله يلاه وتيكمي في الدار ما كاينش كمي في الدار بالعادي باش يبقى صافي وهذا الشيء كله عند الفقيه تيصرفوا ليها ما بقاش تياكل ما بقاش تيشوف فيك ما بقاش تيدير تبقى تقول له ما كانش هكا سيدي ما كانش هكا ماشي الخطر راجلك بريء ولكن انت تدخلي لدارك عباد الله انت وتتقي في العيادات ايوا اللي تدخل اتاي حتى لهم هذا ولا تشربي اتاي ولا تجلسي عندي وتنوضي تسخني في الكوزينه واش ما تسخني في الكوزينه تخلي شي واحد يحضرك معاك لا سيدي
ايوا ها هما دابا كلاو طعامك وهما يبور. هذا غادي نمشيو يلا بسم الله بسم الله يا الهي. وتبدا يكتب هذا غديريه قبل المغرب بحال الاوردونونس قبل المغرب، قبل ما تودن عندك تودن لك المغرب، لا قبل ما بين العصر والمغرب. ها هو فين ما بين العصر والمغرب كتبت لك هنا. واللي غديري في الماء اللي غيشرب عطيه لي يشرب وما يشرب، وديري فقره في الثلاجه. هذا تبخري فيه باش يكون خارج، عندنا ترفقي تيخاف البخور تبقى خرج تما يقول شكون البخار هذا مشي البوليس يقول لهم واحد في الغرض عطى مراته وغادي واحد خرج بغيت نقول لكم غادي تجيكم العجب والله العظيم غادي تجيكم. انا خيت انايا خلينا نتحدثوا شويه العواشر هذه والعطله هذه. شتي واحد الفصل قانون المسطره الجنائيه، فصل القانون نهضر معكم في القانون، الفصل 609 من قانون المسطره الجنائيه، اي اللي تيتعاطى الشعوذه والشوافه واللي تيتعاطى الفقيه واللي تيدير هذا السحر واللي تيدير هذا الشيء، الا كان تيتعاطى نهضروا حنا غير على المهنه بلا ما نهضروا على فصول اخرى تجي الى وصل الادب شي حد ولا سبب في قتل في شي حد ولا دار شي حد. هذيك حنا اللي تيتعاطى لهذه المهنه هذه وتلقاو ليه البوس القرض تيتعاقب وتيخلص مخالفه من الدرجه الثانيه اللي هي من 10 الى 120 درهم. إذا لك أنت تدير شعوذة ولا فقيه ولا كذا ولا كذا ودخلوا عليك وشدوك، نقول ما شدوا على الناس، لا ولا غير أنت معروف بديك الحرفة هذيك ودخلوا عليك شوافة ولا كذا وجاوك البوليس تتخلص من 10 درهم إلى 120 درهم، مخالفة من الدرجة الثالثة. ودخلنا عليكم بالله دابا حنا نتسناو هذا الفقيه حتى يقتل شي واحد، تسناو هذه الشوافة حتى تخرج على شي مرأة تخرج عليها تماما ودير لها شي مصيبة، عاد نقدموها لمحكمة الجنايات ولا كذا وتاخذ عقوبة كبيرة. أما إذا كانت غير تتمارس هذه المهنه هذه من 10 درهم الى 120 درهم، شدوها الشوافه يديوها السماكم سنه المحكمه خلص 120 درهم، خلص 120 درهم 120 درهم خداتها غير في الطومه، 120 درهم خلصها تخرج مع الطريق. الفصل 609 اللي خص الدوله تعاود ترجع الفصل هذا. انا دابا وليت نلقى فصول كما لقيت ذاك الفصل ديال الاغتصاب والابن ديال الاغتصاب والابن ديال الزنا، لقيت بعض الفصول اللي خصهم يتبدلوا من القانون، خصنا نبدلوهم بلا ما نتفضحوا مستورين. يتجمع داك الناس المشرعين ويتجمعوا ويشوفوا يعاودوا رجعوا الدساتير يا ربي هاد القوانين. هاد قانون المسطره الجنائيه 609 الماده 609 من قانون المسطره الجنائيه اللي تيقول لك اسيدي اللي تيتعاطى المهنه ديال الشوافه ولا فقيه ولا سحار وكذا يتعاقب من 100 درهم الى 120 درهم. الضحك هذا الضحك والله الا الضحك هذا الفصل تيضحك. ورا معايا عدد ديال المحامون اللي تيتصلوا بيا تهضر في هذه المواضيع تقول عندك الصح سي الخلاص عندك الصح. كيما هضر في القضيه ديال ابن الزنا، ابن الزنا ما يتنسبش لبواه وابن الاغتصاب ما يتنسبش لبواه، وراه كلشي هو يعيط عليه قال له ودير عندك الصح راه هذه كارثه عندنا. واحد يغتصب وحده ويحملها واخا يكون لادين كاين الشهاده طبيه حنا نفسروها فالشهاده الطبيه تقول هذا الولد ولده ما يتنسبش ليه. انا شفت هذا الفصل هذا 609 تحكم من 10 الى 120 درهم. السيده عطات راسها لذاك الفقيه دخلت عنده كي ديك اللعيبه كيما قلت لكم بقات تيقول لها خصك لا كذا كذا ورجعي عندي. مرا زوينه موده جاي قال لها رجعي عندي عندها فليسات تعطيه رجعي عندي. كل مره ترجع عند تقول واش درتي لي دابا؟ راه درت لي داك اللي قلتي لي. ايوا الحرام عاودات نشوف فيها ها ولدت ولا عاودات سحرت بنت الحرام عندها شي فقيه وما عرفتوش شكون هو هذا تمشي عنده الفاس ولكن عاودات سحرت ليه رجعي عندي تيقول لها رجعي عندي حتى ولا يقول لها انا راه باغي نتزوج بك. تبقاي متبع لك خير غيطلقك شوفي كي ديري نطلقي منه كاع انا راه بغيت نتزوج بك وانا راه قاد بك وانا راه كذا وانا راه كذا وانا لا تقدري تولدي معايا بغيتي الولاد وانا اللي كذا. بقات تاكل المراه المخا بقات تمشي عنده تجي عنده تدار منها خليله شويه ولا تيخدمها دبر لنا على شي حمزه دبر لنا شي وحده اللي بغات كذا ولات مسكينه هي مرت الراجل في دارها ولا تقلب ليه العيالات وتهرات ولا تدي لي فلانه تطلق مع وحدين في الحمام كان واحد الفقيه زعما نفعني ودار لي بغيتي تمشي عنده وتدبري في الكليان. والفقهاء كلهم تقريبا الفقهاء تاع الفقهاء ولا الطلبه ما عندهمش خصهم هذه السميه هذه. المشعوذين كلهم عندهم عيالات تخدموا معاهم قد ما كثر عيالات تخدموا معاهم يزيد الشر تيخدموا معاهم عيالات
هي كان المراه جات عنده غير باش دات هي كتاب تولي مصيده ماتت تولي خليله ديالها تولي خدمها حتى هذه ولا تيخدمها تبقى تجيب لي العيادات وتشهرات او لا تتبغيه او لا تيبغيها او لا كاع الوقت خاوي تدوزو معاه تما عنده في ديك البلاصه صارت بهاد القضيه هادي. ايوا هما يفكروا بجوج قال لها تخيلنا دابا شنو بغا يطلق ما بغا يدير ما حتى شي حل وانا خصك تبقاي تجي عندي وانا خصك كذا انت تضربي بعض مرات السيمانه ولا كذا خصنا نشوفوا شي حل. قلت لي وانت اللي بقيت تعرف انا نبقى نعطيك شي حويجات واعطيهم لي ياكلهم باش نشد القنت صافي. قالت لي واخا بدا يخلص لها شي عشيبات من هنا من تيعطيها تيخلص لها من هنا تيعطيها. الراجل بدا تيجي شي مرض غريب والوجع ورجع عند الطبيب رجع عند الطبيب تيولي عنده تسمم رجع عند الطبيب رجع عنده تسمم عائلته بقات تجي عنده تشوفو مريض عائلته شكات في المراه تدور حول المراه ما لهدرجه تا ولا هكا والله اعلم ما لهدرجه ولا هكا وانا مانيش غندير ليه راه تياخذ الدواء ديالو. بقى الراجل مسكين تيتوهن واحد 4 شهور ولا 5 شهور ويموت مات وعائلته شاكه بان كاين شي حاجه. الجيران شاكين هادشي غريب عند الدرجه هذا عرفوها الناس عرفوها بان عندها اتصال مع ذاك الفقيه لان شرط راسها بيديها. مات خوتو طالبوا لوطوبسي تشريح طبي هاد السيد باش مات تشريح طبي عطى بانه مات مسموما. ادخل الشرطه القضائيه في البحث تعليمات السيد وكيل العام البحث حول التصرفات ديال مراته حول العلاقه ديال مراته قبل ما يجيبوها. وهذا كان واحد الضابط من الضباط اللي كانوا في المستوى في ذاك الوقت يعرفوا الناس بقى يضرب جنابها اش تدير واش عندها شي واحد معها واش عندها شي صاحب واش عندها شي خليل واش عندها كذا تعرف بانها عندها الفقيه ولا هو رجع. جابوا المراه دخلوها البوليس الراجل مات بالتسمم مسموم. اش قلتي؟ لا سيدي وانا اش قلت لي انا اش بيني وبينه انا علاش غنقتلو انا راك انت ماشي قتلتي قولي لينا شكون اللي قتلو واش انت ولا الفقيه؟ انت مع الفقيه وديما عند الفقيه وعايشه مع الفقيه وتدبري على الفقيه قولي لنا. المراه سمعت الفقيه وسمعت بانه وعارفين عليها كل شيء قالت لهم سيدي الفقيه اللي تيعطيني شي عشوب وتنديهم راه باقيين عندي كاع في الدار تندي تنقول لي دير لهم لي في الماكله هذه دير لي في الماء هذه دير لي في كذا في كذا يلا معنا للدار. امشاو للدار تيجبدوا شي قريعه تعطيهم لها الفقيه مجموعين فواحد القنت مخبين في الكوزينه اللي تدير منهم داهم التحاليل كلهم نبات مسموم مشاو للفقيه جابوا الفقيه. واش قلت يا شريف هاد المراه هذيك راجلها مات داكشي تعطيها مات قالت كلشي منك انت. لا سيدي منا هي كانت تقول لي نقتلو تنقول لها لا قول لها سيدي تعرفوا بالله حطوه نقلبوا لك محلك. تيقلبوا المحل مشاو قلبوا لقاو التصاور ديال عباد الله والروينه والتصاور ديال اللي بغات تسحل هذا وشي عشوب شرو ما لقاو واحد المكان فيه واحد قريطينه حاط داك العشوب تما خاص بها وهذا العشوب تيديروا عندك هنا هما لقينا عند المراه. اش تقول في هذه القضيه هذه؟ فاعترف بما نسب اليه جمله وتفصيلا. سيدي تنبغيها وتتبغيني وبغي نتزوج بها وكنا تقول لي درج خصنا نحيدوه وانا ما كانش ناوي باش نقتلو كنا نقول زعما غير باش مرض يبقى شاد القنت ما يبقاش باش يتبعها في الزنقه وباش يدير قدموا بالعداله بالاعتراف بجوج اعترفوا بانه قاموا بتسميمه وقتله وتحكموا بالمؤبد بجوج وتمشي دير الاولاد تقلب على الاولاد في الحبس تحكموا بالمؤبد. من الطرائف ديال السي احمد القندوسي الله يرحمه. السي احمد القندوسي تعرفوه الناس وجده واللي كانت خدام معاه واحد السيده اللي هي دابا عميد الشرطه اللي هي ابراهيم ناديه مدينه صفرو معروفه عميد الشرطه. ستقول ناديه واحد الناس تتعاود ليا قالت لي واحد السيده قتلت راجلها بهذه الطريقه ديال العشوب وديال كذا وديال كذا. ومشات السيده ناديه مشات مع السي احمد القندوسي اللي كان الرئيس ديالها في وجده ومشاو يشوفوا بيركيزيسيون يقلبوا الدار ديال ديك السيده يقلبوا
واش عندها باقي عندها من داك السموم كانت تعطي الرجاء. لقات بقاو ديك السموم، لقاو واحد الورقه وكاتبه في ديك الورقه اوردونونس: العشاء مانته وقليل من الماء ديال الصابره، الغداء شويه من الداد مطحون فوق سلطه، الفطور الليمون ومعه الزيت العنكوريه قليله. اوردونونس اوردونونس ديال التسموم باش يسموا داك السيد هذا. قالت لك ناديه بقات تتقيد تتسجل ديك الورقه اللي لقاو نغيفوها المحكمه، ديك الورقه ديك الاوردونونس بقات تسجل. قالت ليه ودني والزمن نعم السي القندوسي ما نحتاجوها شي نهار. قال لها انا ديريها لي، انا كتبي لي ورقه بغات هو يصفيها مع مرات الدار. ناديه يمكن بغات تصفيها مع واحد السي عبد النبي الله يطول عمره، صديق ديالك اللي فلتي عبد النبي، يمكن باقا محتفظه ديك الورقه شي نهار تبقى تعطيه. هذيك الورقه كون لقيتها كنت درتها نشرها لكم بالنسبه للعيالات اللي بغاو يساليو مع رجالهم والرجال اللي بغاو يساليو مع عيالاتهم. انا غنتفرج لكم ندير لكم واحد الورقه ديال كيفاش تعطي التسمم في الصباح وفي العشيه في الغداء، جوج من الحاجات. الله يحفظنا والله يحفظكم ومبارك عواشركم، ونتمنوا هذه الحلقه تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله.